ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني وهنحكي حاجه سوا. يلا بينا. بصوا احنا واحنا بنقطع الكبده هحكي لكم حاجه كده. كان في مره واحد حكيم دي يعني ايه؟ يعني زي شيخ كده، حد كبير سنه كبير فعنده خبره عاليه، فالناس بتروح له علشان تحكي له مشاكلهم وان هو يحاول يشوف لهم حل او كده. فالشيخ ده او الراجل ده كل ما حد يجيله يحكي له نفس المشاكل اللي حكاها له المره اللي فاتت. يعني لو واحده مثلا جوزها بخيل تحكي له نفس المواقف اللي بتدل على انه هو بخيل وتعمل معاه ايه وكده. لو واحد مراته صعبه يجي برضو الشخص ده يحكي له على ان هي عملت معايا كذا وعملت معايا كذا، فتيجي في نفس الدايره تلاقي ان هو عملت كذا عشان هي صعبه. فالراجل دوت زهق، فيعمل ايه؟ قام جايب الناس دي ومجمعهم كلهم في قعده واحده، وقام رايح عمل لهم نكته. فلما قال لهم النكته دي كله ضحك على النكته، فقام رايح عايد عليهم النكته تاني. فلما عاد النكته تاني في جزء ضحك وجزء لا، فقام رايح عايد النكته تالت. فلما عاد النكته تالت محدش ضحك خالص. فهما بيقولوا له انت ليه قاعد تقول النكته؟ ليه قاعد تقولها كل شويه؟ قال لهم شفتوا انتوا طول ما انتوا بتقولوا وتعيدوا في مشاكلكم هتتعبوا، مش هتستفيدوا اي حاجه. حاولوا ان انتوا تتخطوا مشاكلكم، وحاولوا ان انتوا تتأقلموا مع مشاكلكم وتتعايشوا معاها او تلاقوا لها حل من وجهة نظركم علشان تقدروا تتعايشوا معاها. لكن ان انتوا تقعدوا تتكلموا فيها اصلا عندي كذا، اصلا عندي كذا، اصلا عندي كذا، طب فين الحل؟ فين الحل اللي هيفيدكم؟ بالعكس هتتعبوا اكتر. وبصراحة انا كداليا يعني انا ما بحبش كلمة كان زماني. لا، مش كان زماني خالص. مش كان زماني عملت كذا، لا مش كان زماني. ربنا ما وفقنيش ان انا اعمل كذا علشان ده خير ليا ان انا ما اعملش كذا، مش علشان انا اللي غلطان او علشان كده. ما انا كان ممكن اعمل كذا وبرضه ابقى متضايق وما ابقاش مبسوط وانا بعمله. فلازم الانسان يكون قنوع وما يندمش على اي حاجه حصلت او عدت. الحاجه الوحيده اللي المفروض يندم عليها ان هو يغضب ربنا. دي الحاجه الوحيده اللي تستحق ان هو يندم عليها. غير كده هيندم. طب ماشي انا ندمت